قصة اليوم عن شاب جميل يدعى فارس. كان يعيش فارسا في قرية جميلة. كان فارس يحب مساعدة الناس، وكان دائم البحث عن طرق لتحسين مجتمعه. في يوم من الأيام قرر فارس أن يقيم معرضا في القرية لتعليم الأطفال والكبار عن أركان الإسلام الخمسة، وهي أساس الإسلام، حيث كانت البداية بالركن الأول وهي الشهادتين، وهي أول خطوة في الدخول إلى الإسلام. الأول هو الشهادتان. أقام فارس جناحا للشهادتين، حيث علم الزوار كيفية نطقهما بإخلاص: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وشرح لهم أن الشهادتين هما أساس الإيمان والدخول في الإسلام، فمن غير الشهادتين لن تكون مسلم، والشهادتين هما الاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بالرسول الكريم سيدنا محمد كآخر الأنبياء. حيث سأل أحد الأطفال: وما هو الركن الثاني يا فارس؟ الركن الثاني في الإسلام هو الصلاة، حيث أن الصلاة هي اللقاء بين العبد وربه، يظهر العبد فيها شكره لله على جميع النعم ويسأل الله عن كل ما يتمناه. وأكمل فارس أن المسلم يصلي 5 صلوات في اليوم الواحد، حيث تبدأ الصلاة الأولى وهي صلاة الفجر بعد منتصف الليل، ثم صلاة الظهر، ثم الصلاة الثالثة وهي صلاة العصر، ثم الصلاة الرابعة وهي صلاة المغرب التي تكون وقت غروب الشمس، والصلاة الخامسة هي صلاة العشاء. علم فارس الزوار كيفية أداء الصلاة ال5 المفروضة يوميا، وأوضح أهمية الصلاة في التقرب من الله والحفاظ على الروحانية والانضباط. قال فارس: الركن الثالث الزكاة. جمع فارس التبرعات للفقراء والمحتاجين، وشرح للزوار كيف أن الزكاة تطهر النفس وتزيد في الرزق وتقرب العبد من ربه، وهي واجبة على كل مسلم قادر، وهي تضمن التكافل بين المسلمين جميعا وتحث على التعاون والشعور بالفقراء، وأن الزكاة هي ركن مهم في أركان الإسلام. الركن الرابع. قال فارس: الركن الرابع هو الصوم. أقام فارس مسابقة للصغار لتشجيعهم على تجربة الصوم، وشرح لهم كيف أن شهر رمضان هو شهر الصوم والعبادة والتقرب إلى الله وزيادة صلة الرحم بين عامة المسلمين، ويجب على كل مسلم بالغ صيام شهر رمضان، وغير القادر هو المريض والمسافر، ولا بد لهما أن يصوموا في أيام أخرى. الركن الخامس الحج. وأخيراً أعد فارس عرضاً مصوراً عن الحج وتاريخه وأهميته، وكيف أنه فرض على كل مسلم قادر مرة واحدة في العمر. والحج هو الذهاب إلى الكعبة المشرفة التي تقع في المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة، وأداء مناسك الحج. انتهى المعرض بنجاح كبير، وشعر فارس بالسعادة لأنه استطاع أن ينشر الوعي والمعرفة حول أركان الإسلام الخمسة، وتعلم الجميع في القرية أهمية هذه الأركان وكيفية تطبيقها في حياتهم اليومية. وهنا انتهت قصتنا اليوم يا رفاق. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا أيضا حمد الله على كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.